السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير سلو صحي ولذيذ بالطريقة التقليدية، ولكن مع لمسة صحية وطبيعية. غادي نستعملوا الشعير، الشوفان، الحنطة السوداء والمكسرات من طبيعة الحال مع دهون وحلاوة طبيعية. يلا نبداو. واول مكون عندنا هو كيلو دقيق الشعير، شريته جاهز، غادي تلقاوه في الاسواق الممتازه. انا خديته على محل كيبيع منتوجات ديال التعاونيات اللي كيبيعوا منتوجات بيو. غير غربلته في حاله كانت فيه شي شوائب، وعاود صهدته شويه في المقلاة باش تطلع الريحه وتحيد منه البروده. هاد الخطوه كتزيد النكهه واللون الذهبي الجميل. وثاني مكون معنا 250 غرام ديال الحنطة السوداء، حتى هي خديتها من نفس المحل. هذه كفكرة زوينة للناس السكري باش يعوضوا بها إيلان، فهي راه المؤشر السكري ديالها أحسن بكثير من إيلان. غسلتها مزيان، حمصتها في المقلاة غير واحد 10 دقائق. بعد ما سخنت المقلاة مزيان نحافظوا على اللون ديالها هكا، ما خصوش يتبدل بزاف، ومن بعد طحنتها. الحنطة السوداء غنية بالمواد المغذية وكتعطي للسلو طعم وعمق خاص بزاف. وثالث مكون 500 غرام شوفان، حتى هو حمصته وطحنته. وعندي مسكة حرة وحبة جوز الطيب، غادي نطحنهم مع الشوفان باش يجي طعم رائع متجانس. عندي 3 المعالق ديال النافع وملعقة حبة حلاوة، صهدتهم شوية في المقلاة باش تطلع الريحة، ومن بعد طحنتهم. هاد التوابل كتزيد سلو نكهة فاخرة بزاف بزاف. هاد القدر اللي في الفيديو ناقص، حيت كنت قسمتهم باش نقيهم، لذلك غادي تبان لكم الكميه قليله. 700 غرام ديال التمر حليته، حيدت ليه النواه ودرته في لاطه ديال الفرن باش يتقرمل شويه قبل ما نطحنوه. هاد الطريقه مهمه باش ما يتكورش التمر بعد الطحن، خصوصا الا كان رطب. وخد كريستاليزا لكم بعد الطحن والغربله، ما تخافوش منه حيت راه كيرجع يتفرتت. وإلا بغيتو تهناو وطحنوه من الاول مع شويه ديال الطحين يكون احسن. نصيحة: خلي الفرن على حرارة مهيلة وراقب التمر باستمرار. عندي كيلو زنجلان محمر، نصو غادي يبقى كامل باش يعطي قرمشة، ونصو غادي نطحنوه مزيان حتى ينزل الزيت ويعطي السلو قوام لامع ومرمل. انا راني طحنته مع نص كيلو ديال اللوز محمر اضافي، وكيبقى اختياري. كيلو لوز محمر غادي نطحنوه بخاليني، ونص كيلو لوز غادي نقطعوه او نهرمشو باش يضيف قرمشه وتنوع في القوام. انا كيعجبني يجي باين بزاف، لذا قطعته على 2. وهذا هو القوام ديال اللوز اللي طحنته. هاد الزيت ديالو اللي خرجت غادي تخلينا نستغناو على بزاف ديال الزيوت الاضافيه. دابا غادي نبدا نخلط النواشف، طحين بانواعه الثلاثه: الشعير، الحنطه السوداء والشوفان. غادي نضيف مسحوق التمر والزنجلان الكامل واللوز المقطع. من بعد نزيد نص زنجلان المطحون مع نص كيلو لوز، ديتو طحنتو برا. ماشي هذا هو القوام اللي كنت بغيت، راه ناقص شويه. انا كنت بغيت يتطحن شويه مازال، حيت الهدف ديالنا في الوصفه نستفدوا من زيوت المكسرات والسمسم باش نستغناو على الدهون المضافه. هنايا زدت معلقه صغيره ديال الملحه و2 معالق كبار ديال القرفه باش يعطينا واحد الطعم غني ومتوازن بين الحلاوه والملوحه. هذيك الملوحه راه هي اللي غادي تبين لينا هذيك الحلاوه ديال التمر. نزيد كيلو البخاليني ديال اللوز ونخلط مزيان باش نرملو وندعكو الخليط ديالنا باش نحفزو الزيت ديال اللوز والسمسم يطلعوا. دابا غادي نضيف 200 غرام ديال الزبده الحيوانيه اللي ذوبتها نوازيت. هاد الخطوه كتساعد القوام وما تخليش السلو ناشف.
غادي نستمر في الدعك ديال السلو ديالي وغادي نرملو مزيان. من بعد غادي نحطو في العجانة باش يتعلك مزيان ويولي عندي واحد القوام بحال هكا كله متجانس وفيه هاد اللمعة هادي. نصيحة: خلي السلو يرتاح ليلة كاملة قبل التقديم باش يندمج الزيت والحلاوة تبان أكتر والقوام يولي متماسك ولامع. وفي الأخير نقدمو السلو في طبق، ممكن نزينوه باللوز المحمص أو زنجلان كامل فوقه. هكا غادي يكون عندنا سلو صحي غني بالنكهات، مرمل ولامع وحلو طبيعي بالتمر بدل السكر. بالصحة والراحة ورمضانكم كريم.